بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير المالية بدر الدين محمود كاتب في قرية اليوم، قلت لو ما جيتوا، لو ما جات الانغاز سنة 89 كنا حنكون في المقابر، ونحن هسه ما في المقابر. استحي على دمك واستحي على المنصب اللي اداك الشعب السوداني اداك له. انا بعرفك كويس وتعرفني كويس. نحن هسه الحله الجديده وصلت، وجيت ركبت في ميدان الجلا، وكنت في شركه كوبتريت، مدير شركه كوبتريت. بعدها مشيت لهي محافظ السودان واسي وزير الماليه. احنا كنا حنكون في المقابر لو ما جيت انت. انا حاسب في المقابر، انا حاسب في المقابر. انت ما دخلتنا المقابر، انا حاسب قاعد تتحاسب. قيامتنا قامت. انت لو ما جيت نحن حنكون في المقابر، ما تصير في المقابر. اذا كان انت بيتك ورا البراحه فيلا في امريكا ما في، واولادك راكبين مرسيدس ب 2 مليار، اقل واحد راكب له ب 2 مليار. من وين؟ انت جيت من جزيره الفيل، تاريخك معروف. جبت القروش دي من وين؟ والناس اللي حولك اهلك اللي سكنتهم حولك ديل كلهم ديل جنبك ديل، من وين جبت القروش؟ نكون واضحين. الواحد يحاسب نفسه قبل ان يحاسب. بتتكلم بتقول السودان ما تعرفوا ليش انتوا؟ انتوا لو عندكم حبه وطنيه ولا حبه دم كان قدمتوا استقالتكم. كفايه اكلتوا استحوا على دمكم واخشوا الله الواحد الاحد. انا بوجه لكم الرساله الثالثه، وانا موجود جوا الحله الجديده ومعكم بقاتل من الداخل. معكم موجود جوا الحله الجديده بقاتل من الداخل. جوا الحله الجديده وبقاتل من الداخل. انا موجود، خالد عبد الرحمن فرح موجود في ميدان الجلجه والمركز الصحي، والان موجود. داير شوفوا حتعملوا شنو. اذا انا ممكن اكون واحد من افراد السودان كلامي ده حسسكم ولقيتوا ناس ورجعتوا لله، الحمد لله رب العالمين. اذا ممكن انا في سبيل السودان انتهي، ما عندي اي مشكله، وجاهز لكم لاعتقال لموت لاي حاجه، وانا عارف اساليبكم كويس كويس. لكن يا بدر الدين محمود يا وزير الماليه، لو بعد الخطاب بتاعي ده ينتهي، واليوم انا بخاطبك وحارسل لك، استحي بقول لك في الامارات لما مشيتوا شحطوا قال لكم انتوا الحياه اللي عندكم بتكتك في السودان سنتين. كل واحد انتوا حاسين بعلم السودان؟ انتوا ما حاسين. لو كنتوا بتقفوا زي جعفر النميري كنتوا عرفتوا السودان محتاج شنو. انتوا لكن ما ناسين، ما شايفين، عميانين. تاكلوا في الجداد في امواج الواحد دكتور، تاكلوا وتشربوا. ما جايبين خبر السودان ولا عارفين عن السودان حاجه. تقولوا شنو عن السودان؟ الواحد ولده بيقرا ب 40 و50 مليون في السنه، وهنا طفل في المدرسه ما يلاقي لقمه العيش حبه طعميه ياكلها. يا اخي اختشوا وخافوا الله في الشعب يا ناس. خافوا الله. الله اكبر عليكم. انتوا لقطوا شيطان جيتوا من وين يا اخي؟ جيتونا من وين؟ الله يخارجكم يا اخي. جيتونا من وين؟ نحن ما عندنا كعبين بنصلي وبنزكي ما عندنا نحن. انا عارف فيكم انتوا، انا عارف فيكم يا ناس. ارجعوا لله يا اخي، ارجعوا. الناس اللي فيهم فايده، ناس الزبير وابراهيم شيخ الدين سفرتوهم. الناس اللي كانوا حيقعدوا للسودان سفرتوهم، قعدتوا انتوا شنو انتوا؟ وما واضحين في بعضكم، ما واضحين. دارين من السودان شنو يا اخي؟ انتوا حرة مننا؟ والله ما حرة مننا، والله ما حرة مننا. ده نقله فوري. احنا السودان ده حقنا كده تاريخيا، ما في اي كلام. يا عدلوا الحاله الله يرضى عليكم، يا امشوا يا اخي. ما لكم معانا يا جماعه، عذبتونا. لا قادرين نركب مواصلات، لا قادرين ناكل، لا قادرين نعيش، لا قادرين نتونس. يمكن بعد شويه يتونسنا، يمكن تحاسبونا على الونس ذات، على الضحك اللي ضحكنا يا اخي. ما لكم. ورسالتي للبشير للمره الاخيره، يا اخوي اتق الله في السودان، اتق الله في السودان يا البشير. ليه شوف احوال الناس. اهلك معانا في الحله الجديده متألمين برضه يا اخي. ليه؟ عملنا شنو احنا؟ تبعض بالجيش يا اخي. مشينا الناس دي، انتهي منا. لما الناس دي خليك يعني زي جعفر النميري، خليك راجل قوي وقرار قوي. شيل الناس زين ولا نحن معاك والله لليفه. نحن معاك، ما تخاف اصلا، تشتغل بقوه. اضرب مؤتمر. شنو مؤتمر ايه؟ ونرضى المؤتمر ده يطلع شنو؟ حاسب الناس قبل ان تحاسب. يذكروا انه في حساب وفي موت يا ناس. حرام عليكم. كل ما يصبح صباح جديد السودان يتعلم. ليه؟ يا اخي انتوا لو قصوا السبب يا اخي ارحلوا. خلينا على قدم على الدول تكون كويسه. ارحلوا، ما عيب. ارحلوا والله ما بنحاسبكم ولا بنسالكم من اي حاجه، بنحاسب رب العالمين. امشوا يا اخي، امشوا. عذبتونا ولا عذبكم دنيا واخره يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.